دي بقى الفطيرة اللي حرفيا ممكن اعملها كل يوم من غير ما ازهق. هنعمل النهارده الابل باي او فطيرة التفاح، عبارة عن عجينة كراست مورقة من غير توريق اصلا، وبحشوة تفاح من جوه دايبة ومتكرملة هتوديكم في عالم تاني. بحتاج للحشوة كيلو من التفاح، يعني تقريبا 7 أو 8 حبات كده من التفاح. بغسلهم كويس وبقشرهم وبشيل الجزء اللي في النص ده اللي هو بيكون فيه البذر، وبعد كده باخد التفاح اقطعه لشرايح بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي. نقطع الكمية كلها ونحط طاسة على النار ونزود فيها معلقة زبدة كبيرة. بمجرد الزبدة ما تسيح بضيف بعد كده كوباية إلا ربع من السكر البني وربع كوباية من السكر الأبيض. نخلي بقى السكر يتكرمل كده شوية مع الزبدة، وبعد كده نضيف التفاح. ومن غير ما تزودوا أي مية هتلاقوا إن التفاح مع السكر نزل كمية السوائل اللي انتوا شايفينها دي. بعمل بقى حفرة كده في النص وبحط فيها معلقتين صغيرين من النشا، وبقلب كده مع المية بتاعت التفاح. النشا بتدوب وبتربط بقى معايا القوام بتاع الصوص ده، بتخليه تقيل كده وكأنه كراميل. وبزود بقى معلقة صغيرة من القرفة، تديله طبعا ريحة تجنن ومميزة قوي. وبقلب تقلبتين على النار، وكده بتكون حشوة التفاح جاهزة معانا. بنحط بقى حشوة التفاح كده في طبق وبنسيبها على جنب تبرد تماما. محتاجينها برد علشان كده بنحضرها في الاول. ودلوقتي بقى هنشوف مكونات العجينة. هنحتاج للعجينة كوباية من الزبدة الباردة من التلاجة، يعني تقريبا 200 جرام من الزبدة، ومعلقة كبيرة من السكر ورشة ملح، كوبايتين وربع من الدقيق، وربع كوباية من المية الساقعة المتلجة. هنبدأ بقى نجمع كل حاجة كده في محضرة الطعام، مش هنستخدم ايدينا ولا حاجة. بنحط اول حاجة كده المكونات الجافة ونديهم تقليبة مع بعض، الدقيق مع السكر ورشة الملح، وبعد كده بزود الزبدة. بشغل عليهم برضو دقيقتين كده، نخلط الزبدة مع الدقيق لغاية ما يبقى قوامهم محبب او مرمل كده. اخر حاجة بقى نلم بيها العجينة هي ربع كوباية المية الساقعة المتلجة. بنشغل عليهم بقى كمان دقيقتين وبس، كده تبقى العجينة جاهزة معاكم. طبعا هتلاقوها كده ايه، يعني مش متجمعة على بعضها، هتلاقوا العجينة نفسها متفتفتة. ده عادي جدا. هنبدأ احنا بقى نفضي العجينة دي على السطح بتاعنا كده او على بلانشة، ونبدأ ان احنا نجمعهم مع بعض قطعة واحدة بالضغط كده. يعني ما تعجنوش، العجينة دي اشبه كتير بعجينة البسكوت، فضد العجن تماما. يعني دوب كده بنضغط كل العجينة كده على بعضها، بتشكل معانا بقى قطعة واحدة. وهنا ما تشتغلوش فيها على طول، لازم تريحوها الاول في التلاجة على الاقل لمدة ساعة. فبنغطيها بكيس بلاستيك وبنحطها في التلاجة ترتاح على الأقل لمدة ساعة، وبعد كده نبدأ نشتغل. وهنا بقى العجينة خرجتها من التلاجة وهي باردة كده، وهبدأ أشتغل فيها. بقسم العجينة كده لجزئين، الجزء الأول ده هيكون أرضية الفطيرة، والجزء التاني هو الجزء اللي انا هغطي بيه الفطيره من فوق. باخد بقى الجزء اللي انا هفرده وبلينه الاول بايدي كده، لان طبعا العجينه بتكون بارده وخارجه من التلاجة ماسكه نفسها، فبلينها الاول بايدي وبعد كده افردها على رشه دقيق بسمك رفيع. الصينيه اللي انا استخدمتها مقاس 28، ودهنتها الاول بدهنه زبده، وحطيت فيها العجينه وعملت لها حواف عاليه كده، وبعد كده حطيت حشوه التفاح في النص ووزعتها كويس. برجع بقى للجزء التاني من العجينه وافرده برده بسمك رفيع، واحاول ان انا اعمله على شكل دايره بحجم الصينيه اللي انا هستخدمها. بعد كده ببدا اقطع الدايره دي لشرايح رفيعه من العجين. الشرايح دي بقى اللي هنغطي بيها الفطيره من فوق، وبنرصها بالطريقه دي. بنحط الشريط الاول كده بالطول، وعليه الشريط التاني بالعرض، واحد كمان بالطول، وفوقيه واحد بالعرض، وهكذا لغايه ما نخلص الكميه كلها. الزوايد بقى اللي بتكون في الحروف دي ببدا ان انا اقطمها كده بصباعي، مش محتاجه سكينه ولا اي حاجه. واي حواف تانية بنتنيها كده ناحيه جوه وندوس عليها بشوكه، منها بتدينا شكل حلو وفي نفس الوقت بتقفل الفطيره. وكده يبقى جهزنا الفطيره بتاعتنا وجاهزه للتسويه. قبل بقى ما ادخلها الفرن بدهن وشها كده بصفار بيضه مع معلقتين حليب ورشه فانيليا ورشه كده من السكر من فوق، وبدخلها بقى الفرن علشان تستوي. بكون طبعا مسخنه الفرن من قبل على درجه حراره 180، وبحطها على الرف الاوسط وبسيبها تقريبا ساعه الا ربع. يعني بتاخد ساعه الا ربع تبقى طالعه مستويه كويس قوي، بتبقى واخده لون ذهبي كده من تحت، وبتبقى قرمشت وتاكدت انها استوت تماما. بالنسبه للونها من فوق ممكن تاخده كده من حراره الفرن، وممكن تحتاجوا تشغلوا عليها الشوايه بس 5 دقايق كمان. وبس كده تخرجوها بقى من الفرن وتسيبوها كده تهدى تماما على جنب، وبعد كده تقطعوها وتقدموها بألف هنا. مش قادره اوصف لكم طعمها يجنن ازاي. العجينه مقرمشه ودايبه كده في نفس الوقت، وتحسوا ان فيها طبقات من جوه، ومحشيه بحشوه التفاح الدايبه المكرمله مع السكر والزبده والقرفه. بجد تركيبه كده على بعضها فعلا ما تتقاومش. انا بحبها قوي وكلتها من كذا مكان، المفروض ان هم مشهورين بفطيره التفاح، بس فعلا اللي بعملها في البيت احلى مليون مره واوفر بكتير كمان. يعني بتمن 2 بس صغيرين كده اللي هم قد الجيب تقدروا تعملوا الصينيه الكبيره اللي انتوا شايفينها دي. كل حاجه فيها تجنن، مقرمشه وواخده تسويه حلوه، والعجينه طعمها حلو وسكرها مش زياده. يعني حلاوه العجينه معادله الحلاوه بتاعه الحشوه، فتلاقوا طعمها مش مسكر قوي، تقدروا تاكلوا منها زي ما انتوا عايزين.
بجد لازم تجربوها ومتأكدة هتعجبكم قوي. وبس كده تكون خلصت معايا وصفة النهاردة. بتمنى بجد تكون عجبتكم. لو عجبتكم اكيد ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، تشتركوا في قناتي على يوتيوب، بفعلوا الجرس علشان يوصل لكم اشعارات بالوصفات الجديدة اول باول. هستنى بقى تجربوها وتعرفوني رأيكم ايه في التعليقات، ولو في وصفات حابين نعملها الفترة الجاية كمان اكتبولي في التعليقات. وشكرا جدا ليكم والسلام عليكم.